السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. وتعالوا النهارده نعمل احلى طاجن عكاوي بالبطاطس بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتاخدي طعم في منتهى الجمال، وهيطلع معاكي قطع العكاوي كده دايبة وزي الزبدة معاكي. يلا على طول نخش على تفاصيل احلى طاجن معانا. بس لأول مرة بتشوفيني، اعملي اشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير للفيديو. من احلى الطواجن اللي تعمليها في العيد الكبير، كل سنة وانتم طيبين. طاجن العكاوي كده يا جماعة حاجة كده طعمه في منتهى الجمال. أول حاجة بنجيب العكاوي كده بتاعتنا بعد ما نشتريها، ونغسلها بملح وليمون ودقيق، ودعكيها كويس جدا بالملح عشان تنزل أي حاجة غير مرغوبة فيها، وتاخديها منورة زي الفل كده. معايا صينية سخنة على النار من غير أي مادة دهنية، وننزل بقطع العكاوي معايا. ما تضيفيش أي مادة دهنية لأن العكاوي فيها دهون كتير، واحنا عايزينها تصفي كل الدهون اللي فيها كده، ويبقى الطاجن معانا على قدر الإمكان خفيف تقدري تاكليه، يبقى خفيف كده تمام. نشوحها كويس جدا لحد ما تتشوح من كل الاتجاهات، وتنزل بقى كمية الدهون اللي فيها زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. تمام. اهم حاجه النار يا جماعه تكون متوسطه عشان ما تتحرقش منك على ما تنزل ايه الدهون اللي فيها. زي ما انتوا شايفين كده شوحيها كويس جدا وقلبيها كده اهوت على كل الاتجاهات لحد ما تتشوح وتاخد اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت بقى تنزل كل الدهون اللي فيها، وتتحمر كده التحميره الحلوه كده يا جماعه، كل ده على نار متوسطه كده. تنزل بقى كل الدهون اللي فيها منها فيها كده، يعني ما نضيفش اي ماده دهنيه خالص، لان بطبيعه العكاوي بيبقى فيها دهون وبتبقى ايه تقيله شويه. بعد ما اتشوحت كده وبقت زي الفل ونزلت بقى كل الدهون اللي فيها، هي مش كل الدهون نزلت طبيعي، بس نزلت جزء من الدهون اللي كانت فيها. نبتدي بقى نشيل كل العكاوي اللي معانا ونسيبها كده على جنب لحد ما نشوف الخطوه اللي بعد كده. في الوقت ده هوت معايا 4 بصلات كده هم متوسطين ضربهم في الكبه خشن. ننزل بقى بالبصل في كل الدهون الحلوة اللي نزلت من العكاوي كده، ونشوح البصل لحد ما ياخد لون دهبي فاتح. احنا مش عايزين اي لون للبصل خالص، احنا عايزين ميته تنشف وياخد لون خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. نبتدي ننزل بمعلقة توم مهروس، ونشوح برضو لحد ما المية بتاعت الايه البصل بقى والريحة الحلوة كده كلها تظهر مع بعضيها. نبتدي بقى ننزل بعود من القرفة، و4 ورقات من اللورة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات لحمة. ونرجع بقى نقلب الحاجات القمر دي كلها كده مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. ومعلقة التوم المهروس بتطعم الطاجن وبتخليه طعمه في منتهى الجمال. نرجع بقى ننزل قطع العكاوي اللي معايا. نرجع بقى العكاوي كلها تاني على البصل بقى والحاجات القمر اللي احنا عملناها مع بعض كده. وهننزل ب4 حبات من الطماطم مضروبين في الخلاط ومصفيين قشرهم، ونقلبهم كويس جدا. وفي الوقت ده انا مش هضيف اي نقطة مية خالص، انا هسيبها تنزل كل ميتها، وكل الخضار ده بقى ينزل كده ميته وتستوي في عرقها بالبلدي زي ما انت هتشوفوا معايا. في الاخر خالص هضيف كوبايتين مية مغلية. تمام. نغطي بقى وعلى نار هادية نسيبها خالص يا جماعة لحد بقى ايه ما تاخد 3/4 سوا. في الوقت ده انا ضفت كوبايتين مية بس ما جاتش معايا في التصوير. تمام. زي ما انتوا شايفين عايزه اقول لكم بقى ان البصل اتكرمل كده وكانت الريحه في منتهى الجمال. نزلت بقى يا جماعه ب3 حبات من البطاطس مكعبات كده، بس مكعبات تكون ايه سميكه شويه. تمام. وكده الربع الاخير من العكاوي هنضيف بقى البطاطس، وننزل بقى بالملح ونظبطه. في الوقت ده هوت البوتاجاز بقى فرن البوتاجاز عندي مولعاه محمياه كده على نار عاليه. نجيب بقى الطاجن بتاعنا وننقل كل الحاجات القمر ده في الطاجن، وندخله بقى على اعلى درجه حراره في الفرن علشان يكمل سواه. تمام.
مفيش اسهل من كده. طاجن في منتهى الجمال. عايزاه تعمليه باي نوع خضار هتعمليه، عايزاه تعمليه كده بالبصل ومن غير اي بطاطس، هيطلع طاجن كده بالبصل مكرمل بطعمه في منتهى الجمال. ننزل بقى بكمية بقى البطاطس والبصل والحاجات القمر دي. عايزة اقول لكم الطاجن ده يا جماعة بيبقى خطير جدا وطعمه حلو جدا. نظبطه كده. وما ننساش بقى قرن الفلفل الحامي كده على الوش. ده اللي بيحب فلفل حامي يا جماعة. وندخله بقى على اعلى درجة حرارة. نغطيه بس في الفرن كده شوية لحد ما يغلي، وبعد كده نشيل الغطا علشان ياخد الوش القمر اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. وده شكل الطاجن يا جماعة بعد ما طلع من الفرن، حاجة كده في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم انا ما ضفتش اي مادة دهنية خالص، هي نزلت كل الدهون اللي فيها العكاوي زي ما انتوا شايفين كده. البطاطس متماسكة. العكاوي اتشوت كده من فوق، حاجة كده في منتهى الجمال، طعمه حلو جدا. ولا تسلقيه بقى ولا ترجعي تحطيه تاني في الطاجن، لا. امشي بالخطوات دي هتاخدي احلى طاجن عكاوي بجد، طعمه حلو وطالع زبدة كده. مش عايزة اقول لكم دايب معاه دوبان كده وطعمه في منتهى الجمال. جنب شوية رز بشعرية هتاكليه بعيش، حاجة كده في كل حالاتها قمر. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم. اتمنى اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك وتعليق حلو كده عشان ترفعوا من الفيديو وغيركم يشوفوا. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.